حطم أبنائك بوصفهم بصفات سيئة. جوزي أبو ولادي اللي بيتقال عليه ما يعجبوش العجب ولا الصيام في رجب، شخصية ناقدة من الدرجة الأولى، بيعشق النقد، ينتقد أي حاجة بيشوفها، يطلع القطط الفاطسة في كل حاجة. هو ليه هيبة وناجح في شغله وماسك مؤسسة كبيرة، بس تقريبا مدمن للنقد. صعب الإرضاء جدا، وصعب قوي إنه يسمع أي رأي يخالف رأيه. المشكلة إن النقد ده لا يخلو من إهانات واستخدام ألفاظ وصفات سيئة جدا بيوصفني بيها أنا وولادي. يقول لهم كلام من نوعية أنت غبي ما بتفهمش، أنت كسلانة، أنت ما بتفهميش في حاجة. بيقول لهم الكلام ده بشكل فج وما بيفرقش معاه قاعدين مع مين ولا تقل الكلام ده على قلوبنا عامل إزاي. أنا بزعل من نفسي لما بدافع عنه قدام الولاد، بس أنا برضو مش عايزة أسخنهم وأسيهم على أبوهم. ابني يجي يقول له رأي مخالف في حاجة عادية يعني ما تعملش مشكلة، يهريه نقد ويفضل يوصفه بصفات سيئة ويقول له أنت بقى اللي هتفتي يا حتة عيل، مع إن ابني خلاص في 3 جامعة. نفسي أخليه يبطل الموضوع ده ويعرف الضيق اللي ولاده بقوا حاسينه بسبب إن هو بيوصفهم بصفات سيئة كتير. ليه بعض الأهالي كثير النقد وكتير بيوصفوا أو بيوصموا ولادهم بصفات سيئة؟ ل3 أسباب. أول سبب ظروف حياتية. بعض الرجالة والستات بيكونوا هم اتربوا أصلا بالطريقة دي مع أهل كثير النقد وبيوصفوا ولادهم بصفات وحشة كتير، أو مروا مثلا بظروف شغل معينة خلت دي طبيعة التواصل بتاعهم مع الناس اللي معاهم. وأحيانا الموضوع كمان بيزيد مع كبر السن أو مع بعض الأمراض بيخلي الناس خلقها ضيق وبتنتقد كتير، توصف أو بتوصم اللي قدامها بصفات مش حلوة. تاني سبب ممكن نسميه للبراءة من المسؤولية. بعض الأهالي للأسف بيحبوا يوصفوا ولادهم بصفات سيئة عشان يبرئوا نفسهم من المسؤولية اللي وصلت ولادهم للمستوى ده. فأنا مثلا بدل لما اعترف اني قصرت في حق ابني وفي متابعته في دراسته فبقى يجيب درجات وحشة، اقول عليه غبي وملوش في التعليم. يعني المشكلة عنده مش عندي، اصله ملوش في الرياضة، اصله ما بيعرفش يحفظ، اي حاجة تبين ان المشكلة فيه هو، لكن انا زي الفل. وتالت حاجة بصراحة كسل واستسهال. بعض الاهالي بيوصفوا ولادهم بالصفات دي ويحطوا عليهم يفط كده وختم ان مفيش فيهم فايده، وكأن لسان حالهم بيقول هو انا هساعده في الدراسه ليه؟ ما هو اصلا غبي. هو انا هشجعها ليه تنظف اوضتها ولا كافئها؟ ما هي اصلا كسلانه وبتتحرك بالعافيه. هو انا هتحاور واتناقش ليه؟ ما هم اصلا عناديين. ما هو بدل ما اقرا واتعلم وافكر واستشير متخصصين واشوف ايه النواقص اللي عند ولادي وابذل مجهود عشان احاول اصلحها، اوصمهم كده وعلق عليهم يفط ده غبي، دي كسلانه، دي عناديه، دول مالهمش في التعليم، عشان انا اريح ضميري وما ابذلش مجهود. التربيه عايزه الصبر ومثابرة ومحاولة وتكرار. فالأسهل إني أحكم على بنتي إنها عصبية بدل لما أتعلم وأشوف إيه مشكلتها اللي مخليها عصبية وأحاول أساعدها إنها تحلها. فده بيخليني ضميري مرتاح إن مفيش حاجة أقدر أعملها، هو كده، فاستريح أنا بقى، أنا خلاص عملت اللي عليا. ايه هي التبعات السلبية والسيئة لليفط والوصم ده على ولادنا؟ 4 نقط كلهم أخطر من بعض. أول حاجة إعطاء المبرر. أنا بطريقتي دي بدي لولادي شماعة يعلقوا عليها فشلهم وتعثراتهم والنواقص اللي عندهم. فلما ابني يجيب درجة وحشة في المدرسة مش هيفكر إنه قصر في المذاكرة ولا ضيع وقت كتير على الموبايل، هيفكر إنه أنا أصلا غبي، أنا ما بعرفش أحفظ زي ما بابا أو ماما بيقولوا عليا. فمش هيحاول يحل مشاكله ولا يركز أكتر ولا ينظم وقته مثلا في المذاكرة، وكأنه بيقول لنا ما أنا أصلا غبي، اللي هو عايزة إيه مني، فحطلك العقدة في المنشار وخلاص. وتاني حاجة تعقيد المشاكل. اليفط والوصمات اللي من النوعية دي بتعقد جدا حل مشاكل ولادنا. ليه بقى؟ لأنها بتخلي الولاد ما يتحملوش مسؤولية أخطائهم، وبيخلونا ما نقدرش نحاول نساعدهم يحلوها. ما هو لو أنا مثلا عايزة ابني ينظف أوضته وأنا طول النهار والليل بوصفه بأن هو كسلان وأفضل أقول له ما أنت طول عمرك ما أنتخ وما بتتحركش والكلام ده، لا هيقوم ينظفها ما هو كسلان، ولا هيقبل ان انتي مثلا تحطي معاه روتين وتكافئيه لما يقوم يروقها، ولا هيعرف حتى يفكر هو ليه مهمل في اوضته للدرجه دي. وتالت حاجة موضوع الوصمات ده بتعمل حاجة اسمها أزمة هوية. بعض الولاد والبنات اللي بيتربوا مع آباء وأمهات كثيري النقد وكثيري وصفهم بصفات سيئة بيبقوا مش عارفين هم مين في الحقيقة، وكأنهم بيفكروا هو أنا الشخص الكويس النشيط الذكي اللي نفسي أبقى عليه، ولا أنا الشخص الكسلان الغبي العنادي زي ما دايما أهلي بيقولولي. وده صراع سيء جدا إن أنا كأم بإيدي أخلي ولادي يعيشوه. ورابع حاجة علماء التربية بيسموها نبوءة ذاتية التحقق.
self fulfilling prophecy. بعض الأهالي من كتر اليفط السلبية اللي بيعلقوها على أولادهم بالذات في مرحلة المراهقة بتخلي بعض الولاد يصدقوها وتبقى معتقد عندهم عن نفسهم وبيعيشوا عشان يحققوها ولو بشكل غير واعي، فيبقوا بيتصرفوا ولسان حالهم هزعق، ما أنا عصبي وانتوا عارفين، مش هذاكر لأنها مش هتفرق لأن أنا غبي زي ما انتوا بتقولوا، مش هتحرك ومش هعمل حاجة ما أنا كسلان وانتوا عارفين كده كويس. بيبقوا بيحققوا اللي احنا بنقوله عليهم سواء بشكل غير واعي من غير ما يقصدوا أو بشكل واعي عندا في أهلهم عشان مليانين تجاههم بطاقة سلبية. طب أعمل إيه عشان أصلح غلطتي وابني علاقة إيجابية مع أولادي في الحتة دي؟ هقول لحضرتك نصيحتين. أول حاجة لو سمحتي اعكسي اليافطة، يعني لو طول عمرك بتقولي على بنتك كسلانة امدحي نشاطها وبلغي فيه لما تعمل اي حاجة بسيطة، فواحدة واحدة نحاول ننسيها قصة الكسل دي. لو كنتي مثلا بتقولي على ابنك غبي امدحي كتير في شطارته وفي ذكائه وقد ايه هو عبقري ونابغة ومخه سابق سنه. تاني حاجة كسري الشماعات. لما يحصل لولادك اي تعثر من اي نوع ارفضي بكل قوتك فكرة الشماعة، فكرة ان في مبرر بره ولادك هو المسؤول عن فشلهم او تعثرهم، عشان تكسري جواهم فكرة عدم تحمل المسؤولية. ستيفن كوفي واحد من اشهر الناس اللي اتكلمت في العلاقات الانسانية. ابنه شون عامل كتاب وكان بيحكي فيه عن مراهقة شون مع أبوه ستيفن كوفي، وكان بيقول بصراحة مراهقتي كانت صعبة لأن لما يبقى أبوك ستيفن كوفي كان بيحملني مسؤولية كل حاجة في حياتي، فاروح اشتكي له إن زميلتي في الفصل نرفزتني يقول لي لأ هي عملت تصرف ممكن يكون مستفز لكن انت اللي خدت قرار ان انت تتنرفز. اجي اقول له في مدرس مش بفهم منه كويس يقول له لا دي مسؤوليتك، مش هتيجي مثلا تسقط ولا تجيب درجة وحشة وتقول لي اصل المدرس السبب، انت المسؤول عن حياتك. تقدر تسأل المدرس ده مرة واتنين وتلاتة، تقدر تتفرج على فيديوهات كتب خارجية، تتصرف بأي شكل مناسب ليك يخليك تفهم المادة بتاعته، لكن ما تحملوش مسؤولية فشلك أو تعثرك. الطريقة دي في التربية بتأكد مشاعر الولاد إن في ظروف خارجة عن إرادتكم، بس في نفس الوقت انتوا تقدروا تشتغلوا عشان تحلوها قدر المستطاع، مش تعلقوا عليها تعثراتكم وفشلكم. ربي ولادك بعقلية أنا مش بدور على شماعات أعلق عليها تعثراتي، وربنا يعلمنا كل حاجة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.